يعني أنا عايز الناس تفكر كويس قوي في أداء اللاعبين. ونمسك مثلا لاعبي الزمالك. يعني عندنا مجموعة من اللاعبين في الزمالك حاليا بيحتاجوا إنك أنت تعمل لهم زي دراسة أو تحليل في طريقة لعبهم، علشان خاطر يمكن التحليل ده يفيدهم إن هم يستمروا ويحسنوا كمان مستواهم. نمسك مثلا لعيب زي زيزو. زيزو الحقيقة وصل لمستوى فيه شمولية عن زمان. يعني بتحس أنا بحب قوي اللعيب اللي هو بياخد مسؤولية النادي، مسؤولية الفريق يعني على كتافه. يعني يبقى هو اللي بيفكر، يعني حتى فتوح كده يعني بيفكر كده يعني وعمر جابر. بس خلينا نركز في زيزو ونبدأ بيه. يعني هنتكلم على الباقيين برضو. زيزو واصل لمستوى الكابتنة، ان هو يعني يجول في الملعب، يعني يلف في الملعب من اليمين للشمال ومن الوسط للهجوم، وساعات تلاقيه برضه في الدفاع. انما يعني مفروض ان هو اقل حاجه يكون في الدفاع، لان هو واسمه ايه ده والجزيري مفروض يكونوا دايما عندهم استعداد للقنص، يعني او لبدء هجمه او لانهاء هجمه. فمفيش تشجيع ليهم ان هم يرجعوا كتير ورا، يعني لانه ده معناه في حاجه خطأ. يعني طبعا وجود زيزو في منطقه الخصم بتخلي الفريق اللي قصادنا يلعب ناقص. يعني ايه؟ يبقى عنده 2-3 واقفين مخصوص عشان زيزو او عشان الجزيري، يعني ما مجموع 4 مثلا. فبالتالي هجمة الفريق الخصم هتبقى مش قوية، يعني مش هجمة كاملة يعني. وده اللي شفناه النهاردة في ماتش الاتحاد. يعني فزيزو علشان تكمل قوته هو يعني خط وسط وجناح ومهاجم. انا بتمنى ان المدرب سواء كان جوميز او غيره يدربوه على حاجتين انا بشوفهم ناقصين فيه، وهم يعني بيبقوا مش ناقصين في بتوع خط الوسط. يعني زمان اللي انا اوعى عليهم كخط وسط وجناح وكده، زي مثلا محمد صبري او حسن شحاته. يعني مجموعه او عدد من الاسماء الرنانه، يعني كانوا بيمتازوا بحاجتين او بيمتازوا على الاقل بحاجه، وهي الشوط. يعني محمد صبري كان بيشوط ويحط جوان بالشوط، وكان بيمرر ويدي ثروهات وبيرفع. زيزو بيعمل نفس الشيء، بيطلع ويمرر ويرفع وينفرد كمان ويجيب جوان، وساعات يلعب بهده، بس يعني مش كتير، لانه عشان تلعب بهدك لازم حد يكون بيديها لك، وهو دايما في موقف اللي بيدي مش بياخد. يعني هو اللي بيرفع كورنر، هو اللي بيلعب الكرات اللي هي ثابته، زي مثلا واخد مكان شيكابالا. لما شيكابالا ما بيلعبش هو اللي بيشوط، هو اللي بيرفع. فطبعا مش هيلعب بالهيد، انما لو جات له كرة بالهيد مفروض زي ما جات له في ماتش الاهلي من الجزيري وحطها جون، كان الشناوي غلط وطلع وكده لو تفتكروا. يعني يبقى هو زيزو مش ناقصه الا حكايه الشوط والهيد. يعني الشوط ان هو يشوط كرات ثابته يتمرن عليها جامد، ويشوط كرات متحركه ويتمرن عليها برضه. يبقى كده زيزو مكتمل، ومعانا 5 سنين باذن الله، لو عنده 28 سنه تقريبا. يبقى كده انت عملت لعيب بنص الفريق، او بلورت اداء لعيب بنص الفريق. المدرب لازم يهتم قوي بزيزو، وباضافه موضوع الشوط وموضوع الهيد
ويوصي حد زي انداي وزي شحاته وزي دونجا ان هم يرفعوا له، لانه هو ميزته في ايه بقى؟ ميزته في انه هو بيخض. يعني هو في لعيبه كده سبحان الله عندهم حكايه الخضه دي، بيخضوا الدفاع. يعني امام عاشور بيخض الدفاع لانه مقدام، يعني لعيب مقدام. يعني تبص تلاقيه عنده حكايه زيزو. يعني مش هتكلم على امام عاشور كتير، هو حبيبنا وكل حاجه بس راح الاهلي، فلو هنقعد نتكلم فيه يبقى احنا بنخدم الايه الخصم، ما ينفعش يعني ما تجيش. خلينا نشوف مصلحتنا الاول، لانه الدوري او الكاس او الماتشات ما بترحمش. فاحنا عايزين انه زيزو يعني يكتمل باذن الله والكمال لله، بس هو يكتمل كمهاجم وكجناح وكخط وسط ناجح. نمرة 2 عندنا في الترتيب ده اللي انا عايز اتكلم فيه هو شحاته، محمد شحاته. من اول ما لعب عامل زي عبد الحليم حافظ. يعني اول ما لعب الناس سقفت له، الناس حبته. ليه بقى؟ لانه عنده مقومات اللعب بتاع الكوره والفدائيه مش بلطجه، لا حاجه زي البلطجه بس بناحيه ايجابيه. يعني لعيب برضه مقدام طبعا، بس هو من النوع اللي هو ايه، يعني تعتمد عليه انه هو ينظف لك المنطقه، انه هو يقفل لك الناحيه دي، انه هو يستلم لك لعيب يقرفه او يزنقه او يمسكه. يعني في حاجات. وبعدين النهارده في ماتش الاتحاد يعني اظهر حاجه جميله جدا، هي ان هو بياخد ويدي 1-2 جميل جدا مع زيزو ومع اللعيبه الاخرى، وما اخطاش فيهم. يعني معلش في قطر هنا في الدور الثاني او الدور التحتاني حاجه زي كده. يعني المهم محمد شحاته بوتنشال رهيب جدا. يعني لا نواة لعيب مصري كبير، وهيبقى في المنتخب وبيلعب 90 دقيقة، وبعدين عنده إمكانيات كويسة جدا، عنده تمريرات، عنده هجوم، عنده دفاع، عنده زي طارق حامد شوية. يعني في شبه من طارق حامد شوية، بس يعني فرق كبير برضو، لأن طارق حامد مستوى عالي قوي 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 من لعيبة خط الوسط اللي مش هيجي زيها. يعني تستغربوا، يعني هو ضريب وكل حاجة، بس دي حاجة من الحاجات اللي موجودة دلوقتي في الكرة العالمية، انك تلعب برجولة، مش بضرب، بخشونة مش بضرب، بعنف بس مش بضرب. يعني ما تطردش، يعني اقصاها تاخد كارت اصفر، والكارت الاصفر زي يعني الجزر، يعني ما يموتش. انما محمد شحاته في حته الجديه في اللعب والخشونه في اللعب والفدائيه في اللعب. فاللاعب 2 لعيبه دول من دلوقتي من دعائم نادي الزمالك، وهم دول اللي بيأدوا اداء كبير، وبيخلوا اللي قدامهم يعني يعمل لهم 100,000 حساب، لان هم يعني جامدين، وربنا يسلمهم من الإصابات ويلعبوا دايما 90 دقيقة وزيادة. وشكرا.